كشفت شركة القلعة الحمراء عن تصميم استاد النادي الأهلي الجديد المقرر أن يتم إنشاؤه خلال السنوات الأربع المقبلة. جاء ذلك خلال الحفل الذي أقيم في معبد حتشبسوت بمدينة الأقصر، ويتسع الملعب ل 42 ألف مشجع، وفي الحفلات الموسيقية تصل سعته إلى 57,797 متفرجاً. مدرج الدرجة الثالثة جيسار يضم 11 ألف مقعداً، ويتضمن الاستاد مطاعم ومقاهي ومنطقة ترفيهية وموقف سيارات يتسع لآلاف السيارات. وجاء تصميم الملعب بدون يتراك ليقترب المشاهدون أكثر من الملعب. مقصورات الشخصيات الهامة تضم 72 جناحا حصريا، و80 مقصورة فاخرة، و73 جناحا فاخرة. ويضم الملعب شاشة عملاقة لمتابعة المباريات، ومتاجر رسمية لشراء المنتجات والتذكارات. وقال محمد كامل رئيس مجلس إدارة شركة القلعة الحمراء: نعرف أن جمهور الأهلي يريد أن يتسع الاستاد ل 90 ألف متفرج، وطلبنا ذلك بالفعل، ولكن على أرض الواقع بشكل تجاري وهندسي المكان بالقرب من المطار، وهناك العديد من المشاكل الهندسية التي تمنع ذلك. في الإطار ذاته قال راسل جيل كريست مدير التصميم في شركة جينسلا المسؤولة عن تصميم الاستاد: الاستاد يقع على طريق القاهرة شرطة الإسكندرية الرئيسي، والموقع نفسه يواجه بعض القيود بسبب قربه من مسار المطار الجديد. وأوضح: عادة يكون تصميم المدرج الرئيسي للملعب متماثلا، ولكن في حالتنا نظرا لقيود الارتفاع فإن المدرج السفلي متماثل بينما المدرج العلوي غير متماثل. هذا الأمر قاد لتصميم فريد نعتقد أنه سيجعل ملعب الأهلي واحدا من الأكثر تميزا حول العالم.